تفضل نعود اليكم من جديد متابعينا الكرام عبر قناه الملاعب الرياضيه وبطوله العناقيد الرمضانيه الدوليه الثالثه للشركات والمؤسسات لكره القدم الخماسيه. ونستمتع بهذا اليوم الاول في دوري الثمانيه بعد ان تابعنا الشوط لعب اول بين فريقي عاطف كاترينج والبنك الزراعي السوداني، والتقدم كان لمصلحه فريق عاطف كاترينج بهدف دون المقابل احرز اللاعب مصطفى ادريس الليبي. تدار الشوط اللعب الثاني بين الفريقين، وتحيه طبعا للشريك الاستراتيجي لهذه البطوله وزاره الشباب والرياضه ولايه الخرطوم تمثل في سعاده الوزير الياس الصديق التاج، وكذلك صندوق دعم مناشط الشباب والرياضه الدكتور ادم كبير الامين العام للصندوق، وهم سند لهذه البطوله طبعا في هذا الموسم، وحضورا افتتاحا وختاما للدكتور ادم كبير ووزير الشباب والرياضه بالخرطوم دكتور الياس الصديق التاج. هنا طبعا جمهور متحفز ينتظر المتعه والصافره تعلن بدايه الشوط اللعب الثاني. تمر كره لصالح فريق البنك الزراعي السوداني، تصويبه قويه مرت كره على يمين عمار صالح وهي تحولت الى خارج الملعب الى ركله ركنيه قادمه، ركله ركنيه قادمه. التنفيذ كره تلعب عكسيه خطيره متابعه من مصطفى الليبي، خلص مصطفى الليبي هو يدافع عن هدفه الذي احرزه اثناء سير اللقاء. هنا التصويبه والثاني تعود الكره من احمد هلالي مرت لفرقه السامي الامين عاطف كاترينج، مقطوعه من الشلهوب الموهوب يحضر لنفسه تصويبه قويه من الشلهوب الموهوب ممتع الجماهير في هذا اللقاء، والتصويبه كانت رائعه. لاحظنا مهد لنفسه ثم صوب بقدمه اليمنى ولكن كانت على يسار عباس صالح. جماهير تستمتع اي استمتاع ككلام ودلالات وعلى مستوى عالي في هذه البطوله في متعه كره القدم الخماسيه مع نجوم واصحاب اسماء كبيره في الكره السودانيه عبر الدوري السوداني دوري الدرجه الاولى وغيرها من الدرجات في الخرطوم وخارجها. كره مرت لعمار صالح حارس رابطه كوستي حارس عاطف كاترينج يلعب كره لسامي الامين، سامي الامين لمصطفى ادريس الليبي يحضر منتصر ربيع مونتي يلعب مقطوعه تحول في انطلاق الان لاعب رقم 23 يحاول التقدم في انطلاقه مقطوعه من امامه مرت لمصطفى الليبي ومتابعه دفاعيه من اللاعب عبد الرحمن الشيخ المغيرة كان في المتابعه الدفاعيه. طبعا كل مدرب قام بتوجيهات وتعليمات للاعبي فريقه وينتظر اداء هذه التعليمات وتنفيذها تطبيقها على ملعب المباراه في الشوط اللعب الثاني. شوط الحسم للوصول للمرحله القادمه نزل في ارضيه الملعب الصايب ايضا احد اللاعبين المميزين في البنك الزراعي السوداني نزل في الملعب الصايب. كره تمر تحول محاوله انطلاقه موجوده للاعب الصايب الى خارج الميدان. ابراهيم النيل يلعب كره عكسيه خلص من المدافع احمد هلالي، تمر كره ملعوبه تحولت لاحمد هلالي السامي الامين مصطفى الليبي، كره مرت للاعب المنطلق تصويبه قويه ولكن تمر التصويبه كانت قويه خطا في كره لكنها مرت. نزل ايمن ابراهيم النيل في فريق البنك الزراعي السوداني، كره تمر تحول الى خارج الملعب. وهنا طبعا على ايقاع الطبل على ايقاع التشجيع، وهنا قائد الفني لفرقه عاطف كاترينج منير نبيل ومصعب ذهب ومحمد علي مايكل نبيل، وهي تساعد على انطلاق مصطفى الليبي. الله على الهدف المهاره على الابداع من مصطفى الليبي والاقبال لفرحه الجمهور بهدف ثاني. هنا مصطفى الليبي فعل كل شيء، مر من اللاعب الثاني انطلق واعطى كره وقال هاك هدفا يا مونتي، هاك هدفا يا مونتي، ومنتصر ربيع يسجل الهدف الثاني لفرقه عاطف كاترينج. تقدم الان بهدفين دون مقابل مع الدقيقه الثالثه والرابعه من شوط اللعب الثاني في دوري الثمانيه من عناقيد الرمضانيه. تصويبه لكنها تمر وتتحول الى خارج الميدان. جمهور يلهب حماس تماما بهدف ثاني عن طريق مونتي جمهور عاطف كاترينج هذه الشركه المتخصصه في الاغذيه. هنا تمر كره لبنك الزراعي السوداني
هذا البنوك المميزة في وطني في السودان. مرت كرة تحولت على اليسار، طلاق عودة لأحمد عبد العظيم. أحمد عبد العظيم حضر الشلهوب الموهوب، يلعب الشلهوب للاعب أحمد نبيل، مرت في اتجاه المغيرة، مرت من أمام اللاعب عبد الرحمن الشيخ المغيرة، تحولت خارج الميدان. وحتى الأطفال في استمتاع كبير بهذه البطولة. حكم اللقاء الدولي العراقي عمار فاضل يشير لكرة لمصعد فريق البنك الزراعي، تحولت لعاطف كترنج. مصطفى الليبي يحاول التقدم. أحمد عبد العظيم في التأمين الدفاعي، تماس منعوب سريعا لفرقة البنك الزراعي عن طريق الموهوب الشلهوب، يحضر كرة ولكن مقطوعة من أحمد هلالي. سامي الأمين يحاول سامي الأمين مع الشلهوب وتضييق الخناق على الشلهوب. كرة تحولت إلى التماس بإشارة الحكم الدولي حسنين عبد الإله العراقي. مرت كرة فيها مرور، طلع الشلهوب، تقدم موجود على اليسار، شلهوب حضر لنفسه يحاول التقدم. والبنك الزراعي السوداني ما زال يبحث عن هدف يعني تقليص الفارق، وقد يغير شكل المباراة تماما إذا ما أحرز هدف للبنك الزراعي السوداني. كرة تمر، أحمد عبد العظيم، تصويبة خطيرة، والمتابعة الدفاعية كانت من أحمد هلالي. يسقط، يطلب الإسعاف الطبي حكم اللقاء عمار فاضل العراقي. هنا تصويب من أحمد عبد العظيم، تحولت بعد أن لمست في صدر اللاعب أحمد هلالي لتلقى الإسعاف الطبي. أمنيات إن شاء الله بالسلامة ليعود يكمل اللقاء حتى نستكمل المباراة بكامل النجوم. فريق عاطف كترنج في 3 مباريات لم يخسر أي لقاء، وجمع 9 نقاط، أحرز فيها 21 هدف في 3 مباريات، كقيمة تهديفية عالية في هذه البطولة في المجموعة الأولى التي قدم بطلا لها. هنا انطلاقة كرة تلعب عكسية لصالح البنك الزراعي السوداني مع اللاعب عمار، تصويبة قوية أيضا من المغيرة، مرت منتصر ربيع وصافرة خلفة لمصعد عاطف كترنج، تلعب لفريد محمد نجيب، ينزل فرقة إلى الملعب. فريد محمد نجيب النجم الذي تألق وظهر بشكل لافت مع فرقة الآلي شندي، وقدم مستويات هائلة مع الهلال البيض، وحاليا مع الفرسان على الخرطوم. عمار صالح يستلم حارس المرمى، يلعب لسامي الأمين. سامي الأمين تقدم، مرور بامتياز لفريد، كرة مقطوعة تحولت للاعب المدافع برقم 8 اللاعب المغيرة عبد الرحمن الشيخ المغيرة. يلعب عبد الرحمن في الأمام، والكرة من أحمد هلالي عالية بعيدة عن مرمى الحارس أحمد محمد علي. لعبت للبنك الزراعي 7 دقائق أولية من زمن الشوط اللعب الثاني. التقدم لعاطف كترنج على البنك الزراعي أحمد عبد العظيم. عمار صالح تألق أمام أحمد عبد العظيم، وبعد التخليص يأتي من فريد محمد نجيب. يعني البنك الزراعي السوداني نعم متاخر بهدفين، لكن يقدم مباراة كبيرة ويمتع الجمهور الحاضر والمتابع لهذه المباراة بأداء أكثر من رائع. كرة تمر للشلهوب الموهوب، الشلهوب يحاول تقدم محمد جعفر يوسف، يلعب محمد جعفر لأحمد عبد العظيم، ولكن مخلصة من أمامه تحول إلى تماس. لعبة سريعة عادت للشلهوب للاعب رقم 22 أيمن إبراهيم النيل. أيمن إبراهيم تمرير كرة لأحمد عبد العظيم، تقدم لأحمد عبد العظيم، يحاول مرور أحمد ينطلق، يلعب في اليمين، كرة عكسية، وكرة عبد الرحمن الشيخ كانت بعيدة عن الجميع ولم ترضي الجماهير المحبة والعاشقة للبنك الزراعي، وهي كانت طبعا فيها عبارات سودانية حاضرة في مثل هذه الكرات من جمهور عاطف كترنج. شلهوب مهدي نفسه، حكم النقاش المواصلة، تصربيع مونتي لسامي الأمين، تصويبة قوية من سامي الأمين. كرة سابقة نسفت أحد وإحدى لمبات الإضاءة في الملعب، وهذه كانت تنسف أخرى، ولكن تحولت من ظهر اللاعب إلى التماس. لعبت كرة تحولت لصالح فرقة البنك الزراعي للشلهوب الموهوب، وتصويبة ولكن متابعة دفاعية من أحمد هلالي نجم الأنيق الكسلاوي. المرة اللي كسلاوي قبل كان في الشجرة الخرطومي. كرة تحولت هنا للاعب سامي الأمين، مرت من عبد الرحمن الشيخ لمونتي، ومخالفة لصالح منتصر ربيع. لعبة سامي الأمين، تحضير كرة ولكن بعيدة، تمر إلى خارج الملعب إلى ركلة تماس لفرقة البنك الزراعي السوداني.
بنك الزراعي السوداني مرحله المجموعات في 3 نقاط، فاز بلقائه جمع 6 نقاط، وصل كثاني للمجموعه خلف بنك النيل بطل المجموعه الثانيه طبعا الذي يلعب في يوم الغد باذن الله تعالى في نصف في دور الثمانيه. اللقاء الاول ونكره فيها تقدم لمصلحه اللاعب احمد هلالي، عوده لعمار صالح حارس المرمى المتألق، يلعب لأحمد هلالي لفريق محمد نجيب، تحضير لكن لا زميل وتعود لأحمد محمد علي. البنك الزراعي السوداني في 3 مباريات سجل 16 هدفا، معدل التهديفي كان مميز. أحمد عبد العظيم تحضير لأحمد نبيل وتصويبة، ضاعت فرصة على اللاعب أيمن إبراهيم النيل، كان يمكن أن يخلص الفارق من هذه التمريرة المميزة من اللاعب المتقدم والمنطلق في الهجوم عبد الرحمن الشيخ ومهد لزميله. وهنا تمر من جديد عبد الرحمن الشيخ للشلهوب في تحضير الشلهوب، كل شيء لا يريد التسجيل للبنك الزراعي السوداني، والقائم يتعاطف تماما مع عمار صالح ويمنع هدفا لاعب الشلهوب. وهنا كانت فرصة لعبد الرحمن الشيخ ولكن اختار ان يضعها في اتجاه القائم. يا الله يا لها من متعة، من إثارة، من جدية، من تحدي بمباراة ممتعة كبيرة بين الفريقين. كما ذكرت متأخر بهدفين البنك الزراعي السوداني، لكن يقدم كرة قدم جميلة ممتعة وما زال يؤمن بحظوظه فيما تبقى من زمن. 10 دقائق على النهاية، هذه المرة في الشباك، هذه المرة وصل المتقدم أيمن إبراهيم النيل ليقول هكذا نكسر صمود الحارس عمار صالح. كسر صموده وكسر صيام شباكه عن طريق اللاعب أيمن إبراهيم النيل الذي سجل هدفا أول ليصحي مدرجات البنك الزراعي السوداني بعد كانت نائمة تماما، بعد كانت تتابع وهنا تصحو بهدف اللاعب أيمن إبراهيم النيل. هدفين مقابل هدف، كرة تمر تحولت في انطلاقه موجوده وسط الملعب لاحمد الجعلي. احمد الجعلي يحاول تقدم الجعلي، ينتظر الجعلي، الكره ما زالت مع الجعلي، الجعلي تمريره لسام الامين، والجمهور يستمتع بالموهوب بالشلهوب في اداء راقي في هذا اللقاء، وكذلك ايضا في اداء اكثر من رائع لعدد من النجوم والبحث عن من سيكون نجم من هذا اللقاء. انا كمعلق مرشح الشلهوب لكن لا اعرف اللجنه من تختار في هذا اللقاء. كره تمر لاحمد الجعلي لايمن، طلاق تصويبه قويه موجوده، العارضة تقول لا، هذه المرة للمنطلق عبد الرحمن الشيخ المغيرة. يعني لاحظ المتابعة بقدم اليمنى والعارضة بعد عمار صالح في كرات تأتي تكرارا ومرارا أمام الحارس عمار صالح، وتايم اوت مطلوب من حكم أو من مدرب فرقة عاطف كاترينج الذي أحس هذا المدرب مصعب داب ومنير نبيل بخطورة فريق البنك الزراعي الذي هو عكس الوضع تماما. الشوط اللعب الاول كان اميز عاطف كاترينج، الشوط اللعب الثاني اميز البنك الزراعي السوداني، وبالتالي تقاسما لدى في شوطين. نستمتع بمباراة كبيرة بين الفرقتين في انتظار من سيصعد منهما، واكيد عندما يغادر واحد نفسه اكيد فريق مميز في هذه البطولة. لكن هذه طبعا مرحلة النوك اوت، مرحلة خروج المهزوم، وبالتالي هنا اكيد سنفقد احدهما عقب نهاية هذا اللقاء. حكم اللقاء استأنف اللاعب، حكم العراقي الدولي عمار فاضل وحسنين عبد الاله. تلعب رمية مرمى لفريق عاطف كاترينج، تلعب في الامام، مرت لفريق محمد نجيب، محمد نجيب يحاول تقدم فريد، كرة تمر الى التباس قادم للبنك الزراعي، تصويبه، كرة اللاعب ايمن ابراهيم النيل مرت وتحولت الى رمية المرمى في الامام. ويعني اللاعب مسجل وصاحب التصويب طبعا الجمهور منفعل تماما، جمهور عاطف كاترينج مع حكم اللقاء. وكرة قادمة يلعب فيها احمد عبد الرحمن الجعلي، وطبعا مصمم الوان علم السودان هنا في الامام. كرة تمر لعبد الرحمن الشيخ، للاعب احمد عبد العظيم وفريد محمد نجيب، مخالفة على فريد محمد نجيب للبنك الزراعي. 3 مخالفات حاليا لفرقة البنك الزراعي. كرة تمر للاعب احمد عبد العظيم لاعب مالي، حاول التقدم، تمر عبد الرحمن الشيخ، تأمين دفاعي عبد الرحمن الشيخ يحافظ على كرة عبد الرحمن، يسقط حكم القايس المواصلة. اللاعب النبيل يحاول لأحمد عبد العظيم، تدخل قوي من سامي الأمين،
وكرت وبطاقة صفراء للسامي الأمين اللاعب القادم من فنجان العماني من الدوري العماني بعد أن كان بطلا من الدوري العماني. لاعب الارتكاز الذي بدأ وتألق مع نادي العباسية ثم انطلق بعدها لأندية كبيرة منها طبعا حاليا فريق الرابطة كوست الذي هو يعود إلى الدوري السوداني عبر بوابة اللاعب سامي الأمين. نعود لاستئناف اللاعب، كرة تمر من الشلوم الموهوب إلى اللاعب أيمن إبراهيم النيل، تحولت لأحمد العظيم، مرت لأحمد الجعلي لعروة إبراهيم، عروة الجعلي والحارس أحمد محمد علي. ممتاز، أداء دفاعي أكثر من رائع، وحكم اللقاء يشير إلى هدف، يشير إلى هدف، هدف يشير به حكم اللقاء إلى هدف لمصلحة فريق عاطف كاترينج. اوه، ولعت المباراة. هذه الكرة التي حاول فيها وخلص المدافع أكثر من مرة، ولكن حكم اللقاء أشار أن قبل تألق أيمن إبراهيم النيل في المتابعة أن الكرة أخذت دورة كاملة داخل الشباك، وبالتالي عبرت بأكثر من محيطها خط المباراة، وأشار حكم اللقاء إلى هدف. من نشاهد الإعادة، بطاقة حمراء قادمة لا محالة من حكم اللقاء الحكم الدولي حسنين إبراهيم حسنين عبد الله. هذه الإعادة لهذه الكرة التي أخذها الحارس أحمد الجعلي، تابع فيها أيمن وبعدها صوب الجعلي، أخذ أيمن وهنا مرت إلى خارج الملعب. قبلها صوب حكم اللقاء أشار أن الكرة عبرت إلى الشباك. طبعا من هذه الزاوية كمعلق صعب أحكم عليه، لكن حكم اللقاء هو من أشار دون تردد على القرار، وبعدها اتجه لاعبي فريق البنك الزراعي السوداني على حساب هذا الهدف. وهنا حكم اللقاء سيستأنف اللعب، لكن قد يكون هناك قرار ركلة جزاء. نعم، واحتساب مخالفة. ويبدو ان حكم اللقاء اشار الى ركلة جزاء. نعم، واشار الى ركلة جزاء هنا. نعم، اشار لانه الكرة كانت لمست يد اللاعب المدافع، طرد احد اللاعبين. حكم اللقاء من فريق البنك الزراعي السوداني، وبالتالي التقدم 2-1 ما زالت النتيجة، ولكن حكم اللقاء اشار الى ركلة جزاء. الكرة كانت على يد اللاعب المدافع وليس هدفا كما شرنا. اذا هنا تابع على التنفيذ هذه الركلة. حارس عمار صالح الذي سبق من احرز هدف في ركله الجزاء هو من ينفذ. شاهدنا شوط اللعب الاول احمد الجعلي اضاع ركله الجزاء. اذا هنا حكم اللقاء ولم يكن اشار الى دخول الكره للمرمى، اشار الى ركله الجزاء عندما ارتمى المدافع اللاعب ايمن ابراهيم النيل على الكره بيده اليسرى حسب ما اشار حكم اللقاء الحكم حسنين عبد الله. اذا ركله الجزاء تنفذ من عمار صالح امام حارس المرمى احمد محمد علي في تحدي الحارسين من يكسب الرهان. حارس احمد محمد علي في التصدي امام الحارس عمار صالح في التسجيل، ولينجح في تسجيل الركله الثانيه. ينطلق عمار صالح، يتقدم عمار، ممتاز. الحارس احمد محمد علي يعطي مزيدا من الفاعليه من الجرينتا لفريق البنك الزراعي السوداني بهذا التصدي الرائع، وبالتالي هو عارف من اين توكل الكتف امام زميله المنطلق حارس المرمى، وتألق هذا الحارس المتألق مع الزومة سابقا احمد محمد علي. مباراة في غاية المتعة والاثارة والندية بين فريقين كبيرين. من يصل اكيد سيتقدم اكثر البطولة، هذا ما اقوله من خلال المشاهد، سواء كان عاطف كاترينج او حتى البنك الزراعي السوداني. التقدم ما زال 2-1 لعاطف كاترينج على البنك الزراعي السوداني. مرت لاحمد هلالي، احمد هلالي يقود هجمه، يلعب للسامي الامين، السامي الامين وحاله تقدم للسامي. طبعا حدثنا عن هجوم الفريقين، حدث عن دفاع الفريقين. فريق عاطف كاترينج بطل المجموعه الاولى استقبل 4 اهداف فقط قبل هذا اللقاء، وبهدف اليوم يستقبل 5 اهداف في 4 لقاءات. في الناحيه الاخرى فريق البنك الزراعي السوداني استقبل 10 اهداف قبل هذا اللقاء في 3 مباريات، وبهدفي اليوم استقبل 13 هدف. بهذا الهدف يستقبل الهدف رقم 13 في البطولة، وهو الهدف الثالث في اللقاء عن طريق أحمد الجعلي. لاحظ الانطلاقة، خدع حارس المرمى وأحرز هدفا ليعطي فرحا لجمهور عاشق محب متابع لفرقة عاطف كاترينج في هذه البطولة. والهدف الثالث يأتي عن طريق اللاعب أحمد عبد الرحمن الجعلي. هنا محاولة لفريق البنك الزراعي
تحولت لسامي الامين. سامي الامين مقطوعه من الموهوب الشلهوب، تحولت وصافي خمس مخالفات. مخالفه هذه رقم 5. القادمه تكون ركله جزاء. القادمه ركله جزاء على عاطف كتري، وبالتالي قد يعود بها فريق البنك الزراعي ليقلص الفارق اذا ما وصل بهذه النتيجه 3 مقابل هدف. شلوب الموهوب في الامام، استلم عمار صالح، يلعب لسامي الامين. 4 أهداف وركلتي جزاء ضيعتين وبطاقه حمراء هي لها بالإثارة في هذه المباراه. كره تعود من عبد الرحمن الشيخ الى احمد محمد علي لعبد الرحمن الشيخ، يلعب عبد الرحمن في الامام، اللاعب مجاهد محمد حسن الى احمد عبد العظيم. احمد عبد العظيم يمر بمهاره، احمد يحافظ على الكره، احمد ما زالت كره مع احمد، تمريره لمجاهد، مجاهد تحضير كره ملعوب في الامام للاعب الشلهوب، يمر الشلهوب وهنالك الصافره على الموهوب الشلهوب النجم محمد جعفر يوسف الذي تألق مع العالمين القرطبي. نحن نقترب من الثواني الاخيره من زمن الرسمي. الشوط اللعب الثاني. سامي الامين حاضر كره مقطوعه، تحولت للشلوب، الشلوب يحضر كره كده مقطوعه تمر لسامي الامين. سامي الامين الى احمد الجعلي، واحمد الجعلي تاخر في تصويبه، ما زالت مع الجعلي، حاول عكسيه الجعلي ويقوم بعدد من الزنبات قبل التنفيذ، يلعب وما زالت تظهر عبد الرحمن الشيخ، يلعب كره لكنها تمر للجعلي لسامي الامين. سامي الامين عكسيه نحو الجعلي، تصويب الحارس تألق احمد محمد علي، تحولت الشلوب، الكره ما زالت مع الشلوب، الشلوب في انطلاقه، يلعب كره في التمرير في اليمين عكسيه. القائم دائما ما يتعارض مع احمد عبد العظيم، كل ما حضر احمد عبد العظيم في الهجوم وكان قريب كان القائم امامه كما شاهدنا هذه اللقطه من قبل. هو اللاعب احمد عبد العظيم كانه متعاقد في هذا اليوم مع القائم ليمنع اهدافا بالجمله لفرقه البنك الزراعي السوداني. البنك الزراعي السوداني متاخر بهدف مقابل 3 امام فريق عاطف كيترينج في هذا اللقاء يعني السخن بسخانه الجو في السودان هذه الايام. ممتعه جدا المباراه، ممتعه وشيقه، استمتع بها تماما في انتظار تنفيذ قادم لكره قادمه لفرقه البنك الزراعي السوداني في بطوله عناقيد الرمضانيه الدوليه الثالثه للشركات والمؤسسات لكره القدم عبر قناه الملاعب الرياضيه. هنا مرت كره للاعب احمد عبد العظيم الى الشلوب، مهاره في المرور وتمرير اجمل للاعب بالمنطقه التصويبه قويه وممتازه من اللاعب مجاهد، ولكن على يسار عمار صالح ركنيه شير بها حكم اللقاء. لاحظ تفاعل الجمهور الذي لا يجلس على مقاعد المخصصه للجلوس بل وقوفا، لان المباراه وصلت الى مراحل حاسمه تماما في اللقاء. انطلاقه موجوده، حاله تقدم لصالح فرقه البنك الزراعي السوداني، مرت الى التماس لفريق عاطف كيترينج، لعبت لسامي الامين، مرت على اليسار، تحولت الى التماس، تماس ملعوب، مجاهد حضر لاحمد عبد العظيم، احمد عبد العظيم وعبد الرحمن الشيخ بمجاهد الى التماس لفريق عاطف كيترينج. من هو نجم اللقاء؟ الذي طبعا قدم جائزه من ريكسونا والخطوط الجويه القطريه والعالم للرياضه او للمعدات الرياضيه الذي يقدم جائزه نجوميه المباراه يوميا في هذه البطوله. مصعب ينظر للزمن، حكم الثالث المساعد في هذا اللقاء. هنا كره تمر للاعب عبد الرحمن الشيخ، يلعب كره مخطوبه لسامي الامين وتتحول وتمر الى خارج الملعب. سنتعرف بعد ثواني على اول فريق يغادر مرحله الدور الثمانيه واول فريق واصل لنصف النهائي، وهنا ركنيه قادمه. جمهور يبدا في الاحتفال والتنفيذ. كره مع احمد العظيم للاعب مجاهد، تحضير الشلهوب الموهوب، الشلهوب يحاول المرور وانطلاقه ما زالت مع الشلهوب محمد جعفر يلعب للاعب مجاهد، تصوير مجاهد واحمد عبد العظيم لم يضع قدمه، ممتاز، وضع قدمه عبد الرحمن الشيخ، ولكن تألق عبد الرحمن عمار صالح حارس مرمى لاعبنا وضع القدم اليسرى، والحارس قبله كان المدافع احمد الجعلي
هنا الشلهوب يحاول المرور، ما زالت مع الشلهوب، ينطلق الشلهوب يلعب في مساحه ضيقه، ممتازه الكره، والكره مقطوعه تحولت لفرقه عاطف كاترينج، مرت لفريق عاطف كاترينج. وصفرت حكام اللقاء الدوليين العراقيين حسنين عبد الاله والحكم عمار فاضل ومصعب علي يعلنون نهايه هذه المباراه بين فريقي عاطف كاترينج والبنك الزراعي السوداني في أول لقاء في دوري الثمانية بفوز فريق عاطف كاترينج على البنك الزراعي السوداني ب3 أهداف مقابل هدف سجل منتصر ربيع واحمد عبد الرحمن الجعلي مصطفى إدريس، وهدف كان وحيد للبنك الزراعي عن طريق اللاعب أيمن إبراهيم النيل. في انتظار مباراة ثانية ممتعة تجمع أيضا بعد قليل إن شاء الله فريقي أميفارما الدوائية وبنك فيصل الإسلامي السوداني. هنا أختم التعليق على هذا اللقاء على أمل العودة في التعليق على اللقاء الثاني. بين ذلك نتحول للزميل العزيز عثمان خلف الله.